2025 يا جماعة بالنسبة للأفلام المصرية كانت في ليفل تاني. مستوى أنا شفته على مستوى كثافة الإنتاج والتنوع والجودة، أنا ما كنتش متخيله. وعلشان كده معانا النهاردة توب 10 أفضل أفلام مصري شفتها السنة دي. المركز العاشر فيلم درويش، أكشن كوميدي دراما في إطار تاريخي، كان واحد من الأفلام الممتعة جدا السنة دي. المركز التاسع فيلم ضي، أفضل فيلم فيه أغاني السنة دي مع أداء جبار واستثنائي من محمد منير، وكمية المشاعر اللي موجودة في الفيلم لا توصف. يمكن بس لولا بعض المبالغات الدرامية والصدف كان بقى في مرتبة أعلى. المركز الثامن فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة، ممكن ما يكونش بنفس مستوى الجزء الأول، ولكنه يظل فيلم جيد جدا ومعقد على مستوى السيناريو والجانب النفسي اللي بيتقدم فيه، وأداء سلمى أبو ضيف واحد من أفضل الأداءات النسائية اللي شفتها السنة دي. المركز السابع فيلم ولنا في الخيال حب، واحد من أجمل الأفلام اللي أنا شخصيا اتأثرت بيه قوي وحبيت التجربة الممتعة الرقيقة اللي فيه. ولكن في النص التاني ولحظة انفجار شخصية أحمد السعداني خلى الفيلم في حتة تانية، ده غير عودة يا جماعة الاستعراضات في أفلامنا، خطوة موفقة جدا. المركز السادس فيلم ست أيام وعملت إيه فينا السنين، ده يمكن يكون أفضل فيلم حواري مصري شفته السنة دي، مع أداء تمثيلي أكتر من رائع من أحمد مالك وآية سماحة. المركز الخامس فيلم فيها إيه يعني، الوصف الكامل للفيلم الدافي اللي مليان رقة ودراما وكوميديا فعالة في أوقات كتير، ورومانتك كوميدي جميلة، وماجد الكدواني وغادة عادل وأسماء جلال ومصطفى غريب وحتى ميمي جمال وريتال عبد العزيز، كلهم يعني حاجة سوبر سوبريم. وانا كمان عشان دخلت الفيلم ده في السينما كنت لوحدي، حسيت بونس ودفى مش طبيعي وانا بتفرج. المركز الرابع فيلم الست، انا بالنسبه لي يا جماعه الفيلم ده ليه فضل كبير في عوده افلام البيوجرافي في مصر، ومعمول بشكل احترافي مليان مجهود وصعوبات. انا عارف يا جماعه ناس كتير ما حبتش الفيلم وده طبيعي، انا شخصيا خرجت منه متكيف جدا، مبسوط بالاغاني، مبسوط بالدراما، مبسوط بالاداء التمثيلي من كل الكاست، فانبسطت بالتجربه. ممكن يكون في شويه مشاكل في الفيلم، ولكن انا بالنسبه لي لا، فيلم جامد وحلو ومليان صعوبات، والمجهود على مستوى السيناريو كان اكتر من رائع. المركز الثالث فيلم سيكو سيكو، مش محتاج اقول افضل فيلم كوميدي تجاري السنه دي، عصام عمر وطه دسوقي الكيمياء بينهم عظيمه في رايي. المركز الثاني فيلم الساده الافاضل، كوميديا مختلفه بتضحك من تصرفات خيانه وانانيه، يعني حاجات ما تضحكش حرفيا، تخيل بقى اللي طلع من الفيلم ده. المركز الاول فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، الافضل في السيناريو والحوار والتمثيل والاخراج والتصوير، كادرات والوان تحفه، فيلم درامي تقيل، حاجه كده زي تاكسي درايفر والحريف، وصعب جدا في المشاهده.